اخيرا رجعوا للهضره اللي قلنا لهم ديال الرون بوان ما صالحاش في هذا التقاطع ديال شارع مولاي رشيد وشارع الوفاء. كما كتشوفوا دائما كاين البلوكاج هنا، ودابا جيت وكنلقى التراكس والكاميونات يمكن كيحيدوا الرون بوان، غادي نوصلوا لحداها ونتاكدوا. اذا بالفعل الشيء اللي قلنا هو اللي كاين، يعني سبق لنا الحديث وكانت عندنا يعني التصور ديالنا وكانت الرؤيه ديالنا واضحه وفي محلها، والملاحظات كانت في محلها. بطبيعه الحال هذا الرون بوان ما كانش صالحه في مره لان كدير مشاكل، وحضرنا من هذه النقطه هذه، درنا فيديوهات ودرنا يعني بث مباشر ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، كنبينوا فيه بان هذا الرون بوان هنا ما صالحاش. ولكن اخيرا يعني لا المسؤولين ولا ربما الشركه اللي هي كتسهر على تنفيذ هذا المشروع تفطنت لهذا المشكل هذا، وهو مشكل كبير لان هنا كيوقع واحد لومبوطياج، واحد البلوكاج كبير بزاف في هذا الشارع. اذا الان كتحيد هذا الرومبوان لان كانت رومبوان صغيره وكانوا فيها المشاكل. بعد ما تصلحت الطريق دارت واحد الرومبوان كبيره وتزاد تفاقم المشكل والوضع. دابا الان كما كتشوفوا كتم ازاله هذه المضاره اللي كاينه في الوسط. الحمد لله انا فرحت في الحقيقه ملي شفتها لان غادي تحل المشكل، وكاين واحد الوتيره سريعه باش خدامه الشركه او الاشغال، لان بطبيعه الحال كاين سميتو لان كاين المباراتين اللي هما قرابين ديال المنتخب الوطني مع تونس ولا مع البنين في 9 شهر داخل، في 6 و 9 شهر داخل. اذا كاين سرعه، نتمنوا ان شاء الله هاد الرومبوان تقاطعيه. وكاين حتى امر اخر اللي هو كما كتشوفوا هذا الباساج هذا. اذا كاين هذا التراساج هذا ديال الطريق، اذا كاين واحد التراساج كما كتشوفوا هو فين غادي. اذا غيكون شي تغيير في هذا الرومبوان، وهذا الرومبوان كما كتشوفوا راه تعاود هذا الشيء، هذه الاشغال وهذا الشيء راه تقدات شي 3 المرات، لان درنا ملاحظات ودرنا فيديوهات وثيقيه كتبين المشكل اللي كانت كديروا هذه الفرماجه اللي كانت خارجه الليل وكانت كتسبب حوادث سير. فدابا كنشوفوا كاين تغييرات اخرى ربما وتعديلات اخرى، نتمنوا ان شاء الله تكون في محلها وتكون صائبه، لان هذا الرومبوان فيها مشاكل. وكما عطينا اقتراحات نتمنوا يرجعوا لها، لان ما خش اللي غادي يدور على اليمين لهذا شارع الوفاء لان شارع كبير وكيعرف واحد الحركيه كبيره. اذا نتمنوا ان اللي غادي يدور لشارع الوفاء في الحقيقه ما يدخلش كاع للرومبوان، علاش ما تكونش عنده شي خريجه من لهنا ويخرج نيشان شارع الوفاء. اذا كاين تعديلات، مازال هذه الشركه ما رصاتش على واحد الهندسه نهائيه وواحد استراتيجيه نهائيه. نتمنوا ان شاء الله ملي تزول هذا الرومبوان ويتقاد هذا الشيء يكون في مستوى التطلعات ويتم يعني الحد من هذا المشكل اللي كاين ديال لومبوتياج هنا وديال البلوكاج. اذا غادي نكتفيو بهذا القدر. احنا دائما كنحاولوا نكونوا قرابين من هذه الاصلاحات ونكونوا في تغطيه هذا الحدث، لاننا عجبني الحال لان درنا اول ما بداو هنا درنا هذه الملاحظه ما تخادش بعين الاعتبار، درنا الملاحظه ديال هذه الفرماجه حيدوها. دابا الحمد لله كيرجعوا لانهم غادي يحيدوا الرومبوان، هما كما كتشوفوا كيحيدوا الرومبوان. اذا هادشي كيفرح، نتمنوا التوفيق ان شاء الله. الى اللقاء.